مساء الفل والياسمين على كل متابعين ليلي. النهارده نبدأ ملخص كامل للحلقة الأخيرة. عاوزين تعرفوا القاضي عمل ايه مع شيماء؟ تابعوني لآخر الفيديو وما تنسوش اللايك والاشتراك. زي ما تعودنا بنبدأ مقدمة الحلقة. شيماء بتروح علشان تشوف أبوها. أختها بتقول لها امشي مش عاوزين نشوفك هنا تاني، أبوكي مات من قهرته عليكي. ندخل سريعا على أحداث الحلقة بتاعتنا. بنلاقي إن شيماء بعد ما اتقبض بيرحلوها للسجن وبتلبس الملابس بتاعة السجن دي، والقضية بتاعتها بتبقى قضية رأي عام. وهنا بيجيبوا مشهد إن بيشوفوا آراء الناس في الشارع عن القضية، وبنلاقي هنا نجمة التيك توك الشهيرة بتاخد عظة يعني من اللي حصل لشيماء، ومطلعة أهلها إن هم بيصلوا يعني وكويسين. هنا نسمة وأمها بيعزلوا من المنطقة اللي كانوا عايشين فيها، والجيران كلها عمالة تشتم فيهم وتقول ناس مش كويسين، وبيروحوا يقعدوا عند أختها أمال. وخطيب نسمة بيروح وبيتكلم معاهم، ونسمة بتقول له أنا نفسي أشوف أختي، بيقول لها هوديكي تشوفيها. بتروح وبتتكلم معاها وبتقول لها سامحيني يا شيماء، أنا اللي كنت المفروض أبقى في مكانك دوت، وأنا السبب في كل اللي انت فيه. بتقول لها ما تقوليش كده، وبيحضنوا بعض هما الاتنين. اما هنا امال بتعرف مكان خالها وبتروح له وبتقول له ازاي تسيبهم يقبضوا على شيماء، وبتقول له ابويا ما رجعش البيت من ساعتها، دور عليه. بالفعل بيدور عليه وبيلاقيه، وبيسأل عليه كده بيلاقيه ان هو لسه عايش والناس انقذته. ولما شيماء بتبقى نايمة بتحلم ان اختها كمان اتحبست معاها. تصحى كده من النوم وهي مخضوضة من الحلم اللي شافته. وفي المشهد أبوها بيتكلم مع خالها وبيقول له أنت لسه عايش. وخال شيماء بيطلب من ولد صغير إن هو هيكتب له عنوان أبو شيماء ويروحوا العنوان دوت. أما هنا بقى شيماء بتعيد ذكرياتها وبتفتكر كل اللي حصل لها وإزاي اتحبست واتقبض عليها. وهنا الولد فعلا بيروح يودي أبو شيماء، فأبو شيماء بيدخل المسجد يصلي وبينام فيه. وأمال وأمها بيتكلموا إن هما عاوزين يجوزوا نسمة علشان يستروها. بيلاقوا نسمة بتقول للناس والنبي يقفوا مع شيماء، دي غلبانة. أمها بتلاقي ماسكة التليفون بتضربها وتقول لها التليفون ده ما تمسكوش تاني. بنروح سريعا بقى للقضية بتاعت شيماء، وهي محبوسة في القفص والمحامية بتدافع عنها. وبيجي بقى شهود كلهم يشهدوا عليها إن هي إنسانة محترمة وطيبة وكلها أخلاق من ساعة ما شافوها، عمرهم ما شافوا عليها أي حاجة وحشة. كلهم بيقولوا نفس الكلام دوت للقاضي، وحتى كمان زمايلها بيقولوا نفس الكلام ده، إن هي طيبة ومحترمة وما شافوش عليها أي حاجة مش كويسة. بعد كده المحامية بتطلب من الأخصائية النفسية تتكلم عن حالتها قدام القاضي. خال شيماء كمان بيفاجئنا وبيجي يدافع عنها، وبيقول ان هي ملهاش دعوة بالكلام ده كله، والسبب في كل ده ان جوزها هو اللي كان بيديها حبوب هلوسة وبيخليها تصور الفيديوهات دي، وكان بيضربها علشان تعمل كده. كمان ابوها بيظهر ويطلب من القاضي ان هو بيتكلم عن شيماء ويقول له دي طيبة وغلبانة وخلوها تروح، وكل اللي حصل لها دوت علشان كانت عاوزة تساعد معانا في البيت مش اكتر، وكل ده حصل لها غصب عنها. وسامحها يا سيادة القاضي عشان خاطري. المحامية بقى بتكمل دفاع عن شيماء وبتقول ان هي ملهاش دعوة بأي حاجة، وبتحمل المسؤولية كلها لجوزها اللي هرب، وان هو السبب في كل اللي حصل لها. اما هنا بقى القاضي بيطلب من شيماء ان هي تتكلم، فبتتكلم وبتقول له انا ما كنتش اعرف كل اللي هيحصل لي كده، انا فعلا عملت كل دوت وكان نيتي خير، اعتبرني زي بنتك واحكم عليا واديني فرصة تانية اعيش بيها. القاضي بقى بيقول الحكم بعد المداولة، وكله بقى متعاطف مع شيماء وبيقول لها ان شاء الله خير. بعد كده بينطق الحكم عليها بان هي هتتحبس سنة، وان جوزها اللي هرب هيتحكم عليه ب10 سنين. كله بيسمع الخبر ده وبيعيط ومش مصدقين. وهي دي بقى كانت نهاية قصة شيماء على السوشيال ميديا والتيك توك. وخلوا بالكم من ولادكم. والمسلسل كان جميل فعلا وناخد منه عبرة وعظة. في النهاية برضو بنلاقي كل الناس مجنونة ومهووسة بالتليفونات. حبايبي بقى ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا